السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زملائي الأعزاء. دلوقتي في الفيديو البسيط ده هنقوم بعمل واجب من إرساله للطالبات. أول حاجة هضغط على أي فصل من الفصول، ولنفرض فصل اسمه أميرة وده للتجربة فقط. وبعد كده بضغط على الواجبات ثم إنشاء، ثم أضغط على الواجب. أول حاجة بكتبها عنوان الواجب بتاعي، مثلا حل أسئلة للصف الأول الثانوي حاسب. ممكن ألغي حل كمان، أسئلة الحاسب للصف الأول الثانوي. الإرشادات برجاء، هل ممكن أكتب الواجب هنا؟ ممكن أكتب الأسئلة بتاعتي هنا؟ ممكن. هل ممكن إضافة موارد؟ ممكن، براحتي خالص. لو هنا عايزة أقول إرشادات وبس، برجاء حل جميع الأسئلة. كل ده على حسب وجهة نظر المدرس. بعد كده إضافة موارد addressors، بضغط عليها بيجيب لي شوية خيارات. لو كان الواجب بتاعي متخزن على وان درايف ولا دفتر ملاحظات، ولا أصلا الواجب بتاعي هايبر لينك، يعني مثلا رابط لفورم خارجية، رابط لكتاب خارجي، زي ما هو عايز. ولا الملف ولا الواجب بتاعي هبدأ أعمله أنا على ملف وورد ولا باور ولا إكسل ولا وان نوت، ولا الواجب بتاعي أصلا في فصل من الفصول، ولا الواجب بتاعي هحمله من الجهاز كما يتراءى للمعلم. طيب لو أنا اخترت مثلا ملف جديد واخترت مستند وورد، هقدر أقول له أسئلة، برضو اسم الواجب بتاعي أسئلة حاسب الصف الأول السنة، واضغط على إرفاق. هنا مجرد ده عنوان الملف فقط لا غير، لكن لسه ما فيهوش أي أسئلة. أنا هضغط عليه مرة تانية، لأن لو عملت تعيين واتبعت هيتبعت فاضي، ودي غلطة بسيطة بيقع فيها بعض زمايلنا المدرسين. طيب هضغط على أسئلة، هيتفتح الملف الوورد تاني فاضي طبعا، وهبدأ أكتب فيه السؤال بتاعي. نفرض هقدر أقول له السؤال الأول، اختر مما بين القوسين 1 أولى مراحل حل المشكلات هي نقط، وافتح القوس، تحديد المشكلة، تحديد المدخلات، ولا توثيق البرنامج. لنفرض مثلا ممكن بس هقف هنا بالماوس. بعد كده لو عايزة أقول له سؤال كمان 2 مثلا تعتبر الكاميرا الرقمية من نقط، وحدات
الإدخال، وحدات الإخراج، وحدات المعادلة. لنفرض سؤال بسيط كده. تمام، وانا خلاص خلصت السؤال بتاعي للطالبة، مش عايزة اي حاجة فيه، هغلق الملف بتاعي والمفروض ان انا هبعته. تمام. هنا في حاجة مهمة قوي، لا يمكن للطلاب التحرير، يعني الطالب يوصلوا الملف ده بس ما يقدرش يعدل فيه او يكتب فيه او يجاوب فيه. لا، انا ممكن اقول ان الطلاب مسؤولون عن تحرير النسخ الخاصة بهم. معناه ايه الكلام ده؟ معناه ان الطالب ياخد نفس الملف ويحل فيه تاني. طب لنفرض ان انا كنت خليت لا يمكن للطلاب التحرير، كان هيوصل الملف ده للطالب بس مش هيقدر يفتحه ويكتب فيه، هيضطر انه يعمل بنفس الطريقة، يعني ان هو يفتح ملف جديد ويجاوب فيه. والأسهل طبعا، الأسهل إن هو يفتح نفس الملف ويجاوب فيه نفس الملف. تمام. بعد كده النقاط، لنفرض مثلا كل سؤال عليه درجتين، يبقى 4 درجات التقييم بتاعي. طيب هنا إضافة دليل تقييم، يعني المدرس بناء عن إيه اداله الدرجة بتاعته، ده خياري للمدرس، يعملها أو ما يعملهاش براحته. هنا تعيين إلى فصل اللي اسمه أميرة كل الطلاب، ماشي. هنا خيار عدم التعيين لكل الطلاب المضافين لهذا الفصل في المستقبل، يعني لو أي طالب انضم للفصل ده في المستقبل أنا مش هيشوف الواجب بتاعي، فأنا هقول تعيين لكل الطلاب المضافين لهذا الفصل في المستقبل ويكون أفضل. بعد كده تاريخ الاستحقاق، الطالب يسلم الواجب بتاعه ده امتى بالظبط. فأنا هضغط على تحرير علشان أعمل جدولة أو تاريخ النشر بتاعي. هخليه مثلا تاريخ النشر يكون النهاردة السبت، مثلا الساعة 7:30. بعد كده تاريخ الاستحقاق غدا إن شاء الله، وقت الاستحقاق يعني الوقت آخر وقت يسلم فيه الساعة 12. وأعمل تاريخ انتهاء. لو عملت تاريخ انتهاء هقدر مثلا ممكن أخلي تاريخ الانتهاء بيبقى الديفولت اللي هو بيبقى نفس تاريخ الاستحقاق. أنا ممكن أمده يوم كمان، ممكن زي ما أنا عايزة أمده زي ما أنا عايزة براحتي. تمام. ممكن أخليه مثلا يبقى نهايته 22، اديت له يوم واحد بس بعد تاريخ الاستحقاق. تمام. واضغط تم. هنا لما شلت التشيك من على تاريخ الانتهاء رجع لي نفس تاريخ الاستحقاق. انا ممكن اسيبها كده وممكن ارجع اعدل تاني براحتي، يعني دي مش هتهمني او مش هتشغلني. هضغط تم. بعد كده هضغط هنا بيقول لي نشر اعلانات الواجبات في هذه القناة. انا ممكن اختار قناة تانية، ممكن هنا ابحث عن قناة تانية، او ممكن خلاص انا مكتفية بالقناة اللي انا هنشر فيها، ثم اضغط تعيين. تمام كده اهو الاسئلة الحاسب الآلي للصف الاول وصلت، المفروض ان هي وصلت للطالب. تمام. طيب انا هشوف كده يا ترى وصلت للطالب ولا لا.